أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هو هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، سنتحدث اليوم عن رحلة تغفر فيها الذنوب، رحلة تمحى فيها العيوب، رحلة تسكب فيها العبرات، وتتنزل فيها الرحمات، ويرجع أهلها إن صدقوا بمغفرة رب الأرض والسماوات، وقد طهروا من كل ذنب وعيب كيوم ولدتهم الأمهات. إنها رحلة الحج لبيت رب الأرض والسماوات. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فتعالوا بنا أيها الأحبة الكرام في هذه الدقائق المعدودات لنتعايش بقلوبنا وأرواحنا مع هذه الرحلة الإيمانية المباركة، لنشارك حجاج بيت الله الحرام في حجتهم. يا راحلين إلى البيت العتيق، لقد صرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا. إنها رحلة إلى الله. قال أحد السلف: ذكرتني رحلة الحج بالرحلة إلى الله عز وجل. عندما تذهب إلى حج بيت الله الحرام، تذهب إلى من؟ ترحل إلى من؟ تقصد بيت من؟ إنها رحلة الفرار إلى الله، تفهم فيها معنى الفرار إلى الله. ففروا إلى الله. ترى في هذه الرحلة معنى الهجرة، فالمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فلا بد وأنت ذاهب إلى الحج أن تفهم أنك فار إلى الله، أنك مهاجر إلى الله، أنك مرتحل إلى الله، أنك ذاهب إليه سبحانه في بيته. وهذا كله يدخل في معنى كلمة لبيك اللهم لبيك. تبدأ هذه الرحلة عندما تخرج من بيتك وأنت تحمل على ظهرك جبالا من الذنوب والمعاصي، وتودع أولادك وزوجتك وتقول لهم: لن أعود إليكم حتى تغفر لي هذه الذنوب وتمحى هذه العيوب. سأعود إليكم وكأني مولود من جديد. خرجت من بيتك محملا بالذنوب والمعاصي، تقصد حج بيت الله الحرام. هنا أقول لك: اعلم أن الحاج عندما يخرج من بيته يقصد حج بيت الله الحرام، فإن كل خطوة يخطوها يكتب الله له بها حسنة، أو يمحو عنه سيئة، أو يرفعه بها درجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يرفع ابن الحاج رجلا ولا يضع يدا إلا كتب الله له بها حسنة، أو محى عنه سيئة، أو رفعه بها درجة. بنفس المقياس، إذا كنت تركب الطائرة أو السفينة، فإن لك مع كل لفة موتور من موتور الطائرة أو السفينة حسنة، أو يمحى عنك سيئة، أو يرفعك الله بها درجة. أما إن كنت تركب سيارة، فإن لك مع كل لفة عجلة من عجلات السيارة نفس هذا الأجر. واعلم بأنك تكون في حماية الملك جل جلاله، تكون في ضمان الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة في ضمان الله، ومن بينهم رجل خرج حاجا لله. بل الحجاج والعمار وفد الله أي قصدوا إحسانا، إن سألوا أعطوا، وإن دعوا أجيبوا، وإن أنفقوا
الأسواق في ملابس الإحرام شعور بأن الناس سواسية، لا فرق بين أعجمي وأعربي، ولا فرق بين غني وفقير، ولا فرق بين رئيس ومرؤوس، فالناس كلهم سواسية كأسنان النشر، فكلهم كبيرهم وصغيرهم، غنيهم وفقيرهم، الرئيس والمرؤوس، الكل قد كشف رأسه خضوعا وإذعانا لذي الجلال، لا يتميز أحد على أحد، فالرؤوس عارية والأكتاف خالية، والأكتاف خالية ليس عليها مياشين ولا أوسمة ولا رتب. وهنا تتذكر قول الله عز وجل: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. كما خلقناكم أول مرة. أتذكر يوم أن خرجت إلى الدنيا طفلا صغيرا تلف في ثوب أبيض لا تملك في هذه الدنيا أي شيء، ثم بعد ذلك قواك الله عز وجل، ثم بعد ذلك من الله عز وجل عليك بالزوجة والأولاد، وكان فضل الله عليك عظيما. من أسرار لباس الإحرام أن الثياب كلها واحدة، فليس هناك ثوب من فرنسا ولا حزام من إيطاليا ولا رباط عنق من إنجلترا، إنما الثياب كلها واحدة. والله لو لم يفرض الله عز وجل هذه الثياب على الحجاج والمعتمرين لأصبحت مكة معرضا للأسياف، فيأتي المسلم الذي يعيش في أمريكا بأحسن ما عنده من الثياب، ويأتي المسلم الذي يعيش في فرنسا بأحسن ما عنده من الثياب، ويأتي المسلم الذي يعيش في انجلترا بأحسن ما عنده من الثياب، فيراهم الفقير فينكسر قلب الفقير، ولكن الثياب كلها واحدة، فالكل قد خلع اسم دكتور أو مهندس أو مدرس وخضع لاسم عبد. وهذا من أشد ما في الموقف، أن تنسى وظيفتك الدنيوية وأن تنسى مقامك الدنيوي وتتذكر أنك عبد في بيت سيدك، وأنت تلبس ملابس الإحرام كأنك خارج من قبرك إلى ميقات يوم القيامة. وبعد أن لبست ملابس الإحرام يسن لك أن تحرم بعد صلاة ركعتين، بعد صلاة فريضة أو بعد صلاة نافلة كصلاة الضحى أو تحية المسجد أو سنة الوضوء، وليس هناك صلاة مخصوصة تسمى بسنة الإحرام كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. ثم بعد ذلك تقول لبيك عمرة وتبدأ في التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال جماعة من أهل العلم أن التلبية إجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام حينما أذن في الناس. هنا أبشرك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هل مهل قط ولا كبر مكبر قط إلا بشر بالجنة. لبيك اللهم لبيك. كثير من الحجاج يربط هذه التلبية ولا يفهم معناها. لبيك اللهم لبيك أي استجبت لأمرك يا رب، جئت إليك يا رب، جئت إليك بذنوب العمر، جئت إليك بهموم العمر وبنعس السنين وبكرم الحياة، وليس لي غيرك. ومن ذا الذي يذهب إليك سواك؟ عبيدك سوايا
ذهبت جارية إلى حج بيت الله الحرام، فكانت تقول لمن برفقتها: أين بيت ربي؟ أين بيت ربي؟ فكانوا يقولون لها: اصبري سترين بيت ربك. فلما دخلوا المسجد الحرام ورأوا الكعبة قالوا لها: هذا هو بيت ربك. فجرت وهرولت وهي تقول: بيت ربي بيت ربي. فلما وصلت إلى الكعبة وضعت خدها على جدار الكعبة، فما رفعوا رأسها عن جدار الكعبة إلا وهي ميتة، تنظر إلى الكعبة وتتذكر سيدنا إبراهيم عليه السلام وسيدنا إسماعيل وهما يبنيان الكعبة. ويصور الله عز وجل هذا المشهد في القرآن الكريم فيقول: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فسيدنا إسماعيل يأتي بالحجارة لسيدنا إبراهيم، وسيدنا إبراهيم يبني الكعبة. فلما ارتفع البناء جاء سيدنا إسماعيل بحجر لكي يصعد عليه سيدنا إبراهيم، فغاصت قدم سيدنا إبراهيم في الحجر، أي قطعت قدم سيدنا إبراهيم في الحجر، وهو الذي يسمى الآن المقام. فلما انتهوا من بناء الكعبة قال الله عز وجل لسيدنا إبراهيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وصلت إلى الكعبة، فإذا أردت أن تطوف تطلع، والاطلاع هو كشف الكتف الأيمن، وقبل أن تطوف تستلم الحجر الأسود. الحجر الأسود الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: الحجر الأسود من الجنة، إنه نزل من الجنة أشد بياضا من اللبن، ولكن زودته خطايا بنو آدم. الحجر الأسود الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن لمس أو مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الذنوب والخطايا حطا. وقال ابن عباس: إن لهذا الحجر لسانا وشفتان يشهدان لمن استلمهم يوم القيامة. تستلم الحجر الأسود، واستلام الحجر الأسود على 3 صور. الصورة الأولى أن تلمس الحجر الأسود وتقبله. الصورة الثانية أن تمس الحجر الأسود بعصاه ثم تقبل العصا. الصورة الثالثة أن تشير إلى الحجر الأسود من بعيد هكذا وتقول: بسم الله الله أكبر. ويحرم عليك يا عبد الله أن تزاحم الحجاج لكي تستلم الحجر الأسود، فاستلام الحجر الأسود سنة وعدم إيذاء المسلمين فرض. تبدأ الطواف من الحجر الأسود فتجعل الكعبة على يسارك. قال ابن عثيمين: قيل لأن القلب جهة اليسار، فكان من المناسب أن يكون القلب الذي هو محل التعظيم لله عز وجل جهة الكعبة التي هي بيت الله عز وجل. تبدأ الطواف من الحجر الأسود وتنتهي بالحجر الأسود. والطائفون حينما يبدأون طوافهم من ركن واحد، هذه دعوة إلى وحدة الأمة: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. تطوف بالبيت 7 أشواط، تبدأ بالحجر الأسود وتنتهي بالحجر الأسود. والمسن الرمل في 3 أشواط الأول، والرمل هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطوات. وليس للطواف دعاء معين أو ذكر مخصوص ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت بالخيار تدعو بما فتح الله عليك أو تقرأ قرآنا، ولكن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم
تغطي كتفك الأيمن وتصلي ركعتين عند مقام إبراهيم إن تيسر لك ذلك، فإن لم يتيسر لك ذلك فصلي في أي مكان في المسجد. هنا أقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من طاف بالبيت 7 ثم صلى ركعتين كانت عتق رقبة. والذي يعتق رقبة قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق رقبة أعتق الله له بكل جزء منها جزءا منه من النار. أي أن رأس هذا العبد الذي أعتقته تعتق رأسك من النار، ويد هذا العبد الذي أعتقته تعتق يدك من النار، ورجل هذا العبد الذي أعتقته تعتق رجلك من النار، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى فرجه بفرجه. فإذا أردت أن تسعى بين الصفا والمروة تستلم الحجر الأسود وتسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط، تبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة. ويسمى الإسراع في السعي بين العلمين الأخضرين، وليس للسعي دعاء معين أو ذكر مخصوص ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت بالخيار تدعو بما فتح الله عليك أو تقرأ قرآنا. وأنت تسعى بين الصفا والمروة تتذكر السيدة هاجر عليه السلام أم إسماعيل لما تركها سيدنا إبراهيم في هذا المكان، وكانت مكة إنذاك أرض صحراء جرباء لا زرع بها ولا ماء، فقالت له: يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ الله أمرك بهذا؟ فأشار برأسه أي نعم، فقالت: إذا من يضيعنا؟ ووالله ما ضيعها. امرأة في أرض صحراء جرباء لا زرع بها ولا ماء، ليس هناك بيت تأوي إليه ولا مورد من رزق تعتمد عليه، ولكنها لما علمت أن الله عز وجل هو الذي أمر بذلك اطمأنت نفسها فلم تخف من أي شيء، وتركها سيدنا إبراهيم. وظلت السيدة هاجر أياما تشرب من تلك الكربة التي تركها لها إبراهيم، وتأكل من ذلك التمر، وتسقي وليدها بلبنها، وسرعان ما نفذ التمر والماء، فجاعت وعطشت، وجاع وليدها بجوعها وعطش بعطشها، فقامت لتبحث عن ماء، فوجدت الصفا أقرب مكان مرتفع إليها، لأن الإنسان إذا أراد أن يستكشف المكان الذي حوله يصعد على أقرب مكان مرتفع، فصعدت على جبل الصفا ثم نزلت متجهة إلى جبل المروة تبحث عن الماء. ظلت تسعى 7 أشواط لكي تبحث عن الماء، ويكاد سيدنا إسماعيل أن يموت من شدة العطش، وإذا بجبريل عليه السلام يضرب الأرض بجناحه فتنبع عين زمزم من تحت قدم سيدنا إسماعيل. وبعد أن انتهيت من السعي بين الصفا والمروة تقصر شعر رأسك وتتحلل من إحرامك، بهذا تكون قد أتيت بعمرة في أشهر الحج، تلبس ملابسك العادية وتعيش حياتك الطبيعية. هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فإذا كان ضحى يوم التروية أي يوم 8 من ذي الحجة الذي هو اليوم تحرم بالحج
في مكانك الذي أنت نازل فيه من الفندق، فتغتسل وتنظف نفسك وتتطيب كما فعلت عند الميقات، وتلبس ملابس الإحرام وتقول لبيك حجا، وتبدأ في التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ثم تذهب إلى منى لتصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر يوم عرفة قصرا بلا جمع. فإذا أشرقت شمس يوم عرفة تذهب إلى عرفة، ويستحب أن تنزل بنمرة فتصلي الظهر والعصر جمع تقديم ركعتين ركعتين. وما أدراك ما عرفات، تسكب فيه العبرات وتتنزل فيه الرحمات. ربك جل وعلا في هذا اليوم يبارك بالحجيج ملائكته ويقول يا ملائكتي انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا خضرا، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يقول ماذا أراد هؤلاء؟ يجتمعون في مكان واحد، هذا ينادي على الله بالإنجليزية، وهذا يدعو الله بالفرنسية، وهذا يتضرع إلى الله بالإيطالية. وسبحان من لا تختلف عليه اللغات ولا تشتبه عليه الأصوات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يستحيي أن يرفع العبد إليه يديه فيرضهما سكرا خائبتين. ربك جل وعلا يقول يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، أي وقفوا في صعيد واحد فسألون فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. تكثر من الدعاء والاستغفار في هذا اليوم العظيم المبارك. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. فإذا غربت شمس عرفة وقد غربت بذنوب الحشيش وذنوب الصائمين، تنفر من عرفة إلى المزدلفة بسكينة وهدوء، وتصلي المغرب والعشاء بالمزدلفة وتبيت بالمزدلفة. فإذا أذن فجر يوم النحر اليوم العاشر من ذي الحجة تصلي الفجر بالمزدلفة، ثم بعد ذلك تذكر الله عز وجل عند المشعر الحرام. قال تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فإذا أشرقت شمس يوم العاشر من ذي الحجة اليوم النحر تذهب إلى منى لترمي جمرة العقبة الكبرى، ترميها ب7 حصيات متتاليات تكبر مع كل حصى، ثم بعد ذلك تسبح الهدي، ثم بعد ذلك تحلق أو تقصر رأسه، والحلق أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين 3. بهذا تكون
ثم بعد ذلك تذهب إلى منى لتبيت بها أيام التشريق الثلاثة، ليلة 11 و12 و13. في يوم 11 من ذي الحجة بعد الزوال أي قبل الظهر بشيء قليل ترمي 3 جمرات، تبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. ترمي الصغرى ب7 حصيات متتاليات تكبر مع كل حصاة، ثم بعد ذلك تتجه إلى القبلة وتدعو بعدها. ثم بعد ذلك ترمي جمرة العقبة الوسطى، ترميها ب7 حصيات متتاليات تكبر مع كل حصاة، ثم بعد ذلك تتجه إلى القبلة وتدعو. ثم بعد ذلك ترمي جمرة العقبة الكبرى ب7 حصيات متتاليات تكبر مع كل حصاة ولا تدعو بعدها. في كل يوم ترمي 3 جمرات، كل جمرة ب7 حصيات، الثلاثة في 7 21، أي في كل يوم ترمي 21 حصاة. 21 في 3 أيام ب63 حصاة، و7 حصيات رميتهم في صبيحة يوم العيد فيكون المجموع 70 حصاة. أما من أراد أن يتعجل يخرج من منى قبل غروب شمس ليلة 12 من ذي الحجة. فإذا أردت أن تعود إلى بلدك تطوف طواف الوداع، بهذا تكون قد انتهيت من مناسك الحج والعمرة، ويبقى زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليست من واجبات الحج، وليست من أركان الحج، وليست من سنن الحج، ولكن قال العلماء من الشفاء أن تكون في بلاد الحرمين ولا تذهب لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. تدخل المسجد النبوي وتصلي فيه 2 ركعتين، ويا حبذا لو صليت في الروضة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيت ومنبر روضة من رياض الجنة. ثم بعد ذلك تقف أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم بكل سكينة ووقار، فتقول له: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، صلى الله عليك وجزاك عن أمتك خير الجزاء. وأنت واقف أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم تتذكر المعاناة التي عاناها النبي صلى الله عليه وسلم من أجله. تتذكر لما جاء عقبة بن أبي معيط وخنق النبي حتى كانت أنفاس النبي أن تخرج. تتذكر لما جاء كفار قريش بسنة الجزور ووضعوها على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، وظل النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا لا يستطيع أن يرفع رأسه، حتى جاءت السيدة فاطمة فبكت لما رأت هذا المشهد وأزالت سل الجزور من على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت واقف أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل أن الله عز وجل أحيا نبيه المصطفى، فقام النبي ليسلم عليه. وهنا السؤال: هل سيحبك النبي عندما يراك؟ كان ابن مسعود يقول للربيع بن حسين: والله لو رآك رسول الله لأحبك يا ربيع. وأي شيء فعلته يا عبد الله لكي يحبك النبي صلى الله عليه وسلم من أجله؟ ثم بعد ذلك تخطو عن يمينك خطوة أو خطوتين لتقف أمام قبر أبي بكر الصديق، ذلكم الرجل العظيم الذي فدى النبي صلى الله عليه وسلم بأهله وماله وولده، الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة، في رحلة الموت، وكان لسان حاله: نحري دون نحرك يا رسول الله. فتقول له: السلام
لتقف أمام قبر عمر بن الخطاب الفاروق، فتقول له: السلام عليك يا أمير المؤمنين يا عمر، رضي الله عنك وجزاك عن أمة النبي صلى الله عليه وسلم خير الجزاء. ثم بعد ذلك تذهب إلى البقيع لتزور مقابر الصحابة وتدعو لهم بالمغفرة والرضوان، هؤلاء الأطهار الأبرار الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل أن يصل إلينا هذا الدين. ثم بعد ذلك تذهب إلى أحد لتزور شهداء أحد، هؤلاء الذين استشهدوا في ساحة الجهاد من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، تدعو لهم بالمغفرة والرضوان. ثم بعد ذلك تعود إلى بيتك وكأنك مولود من جديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أخيرا أذكر حضراتكم بصيام يوم عرفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة: يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. سبحان الله، صيام 12 ساعة يكفر ذنوب 24 شهر، وكأن صيام ساعة واحدة يكفر ذنوب شهرين. وأذكر حضراتكم بإحياء سنة صلاة العيد في العراق. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك المسجد النبوي الذي الصلاة فيه ب1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ويصلي العيد في العراق. ألا فلنحيي هذه السنة، ألا فلتذهب أيها الوالد الكريم أنت وزوجتك وبناتك وأولادك. قالت عطية: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواطف وزواج الخضور، وأما الحية فليعتزلن المصلى وليشهدن الخير ودعوة المسلمين. ألا فلنتكاتف جميعا لإحياء هذه السنة. اللهم اغفر لهذا المتوفى، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم جاف الأرض عن جنبيه، اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقيه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم